السلام عليكم إخواني متابعي صفحة مع السفير. نحن اليوم في بلدية البسباس ولاية طارف، ورانا أمام أقدم مسجد، وهو مسجد عنده تاريخ. هذا هو المسجد العتيق اللي كان يقولوا اسمه مسجد الشيخ مسعود طلعي ربي يرحمه، وهو الشيخ زاوية كبير معروف. الزاوية تاعو كانت في الشافية، ورغم أنه هذه الزاوية غطاها البراج، ولكن كي ينشف البراج الزاوية تاعو ما زالت تظهر للعيان. راح نشوفوا، ولو أنه راح يكون عندي موعد إن شاء الله نشوفوا هذه اللوحة وين يقول لك وزير شؤون دينيه والاوقاف بو عبد الله غلام الله هو اللي دشن هذا المدرسه القرانيه، تحول الى مدرسه قرانيه في 9 نوفمبر 2008. ولكن هذا المسجد نحاولوا نشوفوا اذا كان نقدروا هذا المسجد كيف تحول الى مدرسه قرانيه. وراح يكون عندنا فيه فيديو بإذن الله تعالى يكون مفصل حول تاريخ الشيخ مسعود. إذن هذا المسجد إخواني بني سنة 1947، وكان الشيخ طلعي هو اللي كان وقت فرنسا في 1947 بنى في وقته هذا المسجد. ومن حكايات اللي تقال حول هذا المسجد هو أنه كان رئيس البلدية الوقت ذاك أنري فرناد، وهذا هنا مسجد بدر، وهو مسجد جديد اللي بناوه رجال، وفيهم حتى اللي توفى خونا ناصر توفى وهو أثناء تأدية العمل نتاعو. نرجع إلى مسجد الشيخ مسعود، قلنا بني سنة 1947، والأرض نتاعو هي كانت تابعة لعائلة الضرباني. عائلة الضرباني هم أصحاب الأرض، الملاك الأصليين. وأول رئيس الجمعية اللي كان في هذا في 47 هو ناصر محمد بن رمضان، فهمت؟ وناصر محمد بن رمضان هو أول جمعية الوقت ذاك اللي تبنى في وقتها هذا المسجد. يقال أنه رئيس بلدية الوقت ذاك هو أنري فرناد. وقت اللي جاء يخمص الشيخ ورغم أنه يحترم الشيخ والشيخ يحترم الشيخ، ما حبش يخمسه ديريكت، لح يده غطى يده بالبرنوس خمس أنري فرناد. وتعرفوا كاين جماعة اللي وش يقولوا، قالوا الريك، يقولوا له الري، هو قالوا الرية والشيخ عافك وما حبش يخمسك وغطى يده بالبرنوس. قالوا نون، قالوا الشيخ سي ان فري مارابو ان فري ميزيلمان، فهمت؟ قال لهم الشيخ راهو مرابط حقيقي ومسلم حقيقي، وفي دينهم المسلم ما يخمصش مباشرة مع المسيحي. هذه إحدى الحكايات اللي رويت. كذلك أنه أنري فرناد قال للشيخ مسعود، قال يا شيخ هاني نعطيك البرمي دو كونسرفير تاع هذا المسجد، ولكن قالوا السمعة تاعو هذه والمنارة نتاعو ما لازمش تكون أعلى من الكنيسة، والكنيسة اللي كانت في هذا الاتجاه وراء هذه الحديقة. إذن هذه هي يعني وعلى ذلك تشوفوا أنه المنارة تاعو قصيرة. هذا بأمر من الاستعمار بطبيعة الحال، ما يحبش حاجة تعلو فوق الدين المسيحي، ما يحبوش كذا. إذن كانت هذه زيارة خفيفة إلى هذا المسجد في إطار بناية وحكاية. السفير سيضرب لكم موعد وين راح بإذن الله تعالى راح نعطوكم كامل تفاصيل حول الشيخ، تحياتنا حول الشيخ مسعود. نعم ربي يرحمه، ونعطيكم تفاصيل أدق حول هذا المسجد. كان معكم السفير زماري في إطار بناية وحكاية، وإلى اللقاء.